ونروح بعد كده للمركز الخامس مع أحد أبرز أفلام الخيال العلمي إيكواليبريم. أهو ده الفيلم اللي يتقال عليه مظلوم فعلا، مظلوم في كل حاجة، بحيث إنه ترشح لجائزتين بس لكم أن تتخيلوا، وكمان عمل إيرادات قرب 5,500,000، مع العلم إن ميزانية الفيلم 20 مليون، يعني الفيلم خسر نسبة 75% تقريبا. ده غير إنه واخد تقييمات زي الزفت على مواقع الكبيرة زي مثلا روتن توميتوس واخد فيها 40%، بس بصراحة واخد 73% على موقع IMDb. هو ده اللي أنصفه شوية. يعني الفيلم فاشل في المجمل، مع ان الفيلم قوي جدا ومظلوم وبيعرض على طول على MBC2 من قوته، وكمان مليان نجوم زي العالمي كريستن بيل اللي كان عامل فيلم ضخم برضه في نفس السنة في 2002 أمريكان سايكو، وعمل تقييمات وإيرادات أكتر من الفيلم ده ورشح بقوة للقايمة. ده غير النجمة إيميلي واتسون وشون بين وغيرهم الكتير من النجوم. وقصة الفيلم بعد الحرب العالمية الثالثة، بحيث إن الحرب أبادت الملايين من البشر، وبسبب ده في نظام عالمي جديد قرر إنه يلغي أي حاجة ليها علاقة بالمشاعر، بحيث إنهم اخترعوا دواء بيكبت مشاعر الشخص ويخليها عديم المشاعر، والدواء ده بيتاخد يوميا في الصبح وبقى مفروض على الناس كلها، واللي ما ياخدش الدواء أو يكون عنده مشاعر بيبقى مجرم مطلوب، واللي عنده أي حاجة بتسبب المشاعر زي الرسومات أو الفن بشكل عام والحيوانات الأليفة والكلام ده، أي حاجة زي كده لو اتشافت عند أي حد بيبقى مجرم وعقوبته الموت لكم أن تتخيلوا. وصاحبنا ده من المؤسسين للنظام العالمي الجديد، وكمان بيشرف بنفسه على التفتيش وملاحقة مجرمي الشعور، حتى إن مراته غالبا وقعت في حاجة زي كده وخلاهم يحرقوها عادي، ما هو عديم الإحساس والمشاعر. والحال ده هيتغير لما فجأة كده ما ياخدش الدواء بتاعه، ومن هنا مشاعره هترجع تاني وهيضطر يخفيها علشان ما ينكشفش، وحوارات كتيرة كده. ده فيلم فاشل لكم أن تتخيلوا، فيلم مليان نجوم وقصة وأحداث مش موجودة في أي فيلم تاني، بس للأسف الفيلم فيه مبالغات في الأكشن زي الأفلام الصينية والهندية وأفلام ماتريكس، ده غير إنه فيه مشاهد خارجة فواجب التنويه.